أهلا بكم. الدوري السعودي لكرة القدم أو دوري روشن لأسباب الرعاية. هل السعي بيضمن لينا حتمية الوصول؟ أكيد بمشيئة الله تعالى بيضمن حتمية الوصول، مش بالضرورة على الإطلاق إن أنت تصل المكان اللي أنت سعيت ليه أو اللي كان هدف من البداية، لكنك حتما ستصل. قد لا تصل إلى ما أردت، لكنك حتما ستصل إلى مكان يستحق السعي من أجله. كل ساع لابد أن يصل، كل ساع مضمون له الوصول بنسبة 100%. الإتي، وقبل ما أقول لك الإتي لازم أقول لك استحالة أتحداك إن أنت تشوف نفس النظرة دي عندنا في الدوري المصري أو في دورينا. هتقول لي إيه؟ أقول لك نفس النظرة دي إن من 7 ماتشات كل الفرق لعبة 7 مباريات بدون نقص ماتش أو زيادة ماتش، وهو ده اللي يحقق لك مبدأ تكافؤ الفرص بين كل الفرق وبين كل الأندية، وده اللي مش موجود عندنا للأسف. ونتمنى إن احنا نتعلم من الكرة السعودية. شابوه للمملكة، شابوه للاتحاد السعودي لكرة القدم، شابوه للمسؤول عن الكرة السعودية، شابوه لوزير الرياضة السعودي. اتمنى ان احنا نتعلم، والله العظيم ما عيب على الاطلاق ان احنا نوصل للمرحله دي، والمرحله دي مش من فراغ، المرحله دي مش من فراغ وليست وليد الصدفه على الاطلاق. الاتي في الصداره من 7 ماتشات، 7 ماتشات 18 بونت. يليه الهلال في المركز الثاني نفس الرصيد من الماتشات، كل الفرق نفس الرصيد 17 بونت. ثالث ورابع التعاون والاتفاق على الترتيب، ثالث ورابع 16 بونت. وعندنا النصر بعد ماتش ماراثوني واستطاع ان يفوز على الاهلي 4-3. النصر كل الماتشات هناك ماراثونيه، مش النصر والاهلي بس. 4-3 اصبح النصر خامس والاهلي سادس بنفس الرصيد 15 بونت. الفرق ما بين الإت الاول والاهلي السادس 3 بونت، ماتش واحد فقط ما بين ال 18 وال 15، 3 بونت. 6 فرق الفرق بينهم ماتش واحد. عموما وعايز اقول لك حتى الوحده كمان اللي يحل سابع الفرق بينه وبين الاتحاد 6 بونت، فرق ماتشين، الوحده 12 بونت. عايز اقول لك ان الدوري السعودي ما فيهوش على الاطلاق فكره منتصف الجدول. تقول لي ازاي؟ اقول لك نص الفرق بينافس فوق على المربع وعلى اللقب، والنص الثاني بينافس تحت على الهبوط. ازاي ده؟ اثبت لك. ابها المركز ال 13 6 بونت، المركز ال 18 بعديه ب5 مراكز، ال 18 الاخير الحزم ب3 بونت فقط. يعني الحزم لو فاز ماتش يصل لنص الدوري، سبحان الله، نص الجدول. وابها نفس الفكره، لو خسر ماتش ممكن تلاقيه متزايل الترتيب. يعني الدوري السعودي فوق وتحت فقط، دوري نار من العيار الثقيل. هدافين الدوري السعودي حتى الاسبوع السابع: كريستيانو على الصداره 9 أهداف، وعندنا موسى تمبلي، وعندنا مالكوم، وعندنا كمان الدوسري، واخيرا ساديو ماني 6 أهداف. سبحان الله، من وجهة نظري الشخصية النجم الاول اللي ثابت في مستواه رغم تعدد النجوم في الدوري السعودي، ثابت في مستواه والاكثر تاثيرا مع ناديه، ومش كده كمان الاكثر افاده، فريقه بيستفاد منه للغايه، ولعيب جيد جدا وفارق مع النصر جدا، تاليسكا.